لعقود طويلة يعتقد الكثيرون أن الرجل يصل للنشوة أسهل من المرأة، ولكن العلم يقول الأمر أعقد مما نظن. الرجل يعتمد أكثر على التحفيز الجسدي والاستثارة السريعة، أما المرأة فتحتاج إلى مزيد من الأمان العاطفي والمهيجات النفسية والتركيز الذهني. وهنا المفارقة: عندما تتوفر هذه العوامل للمرأة فإنها قادرة على تجربة عدة نشوات في جلسة واحدة، بخلاف الرجل الذي يحتاج إلى وقت طويل بعد كل نشوة. والأكثر دقة أن العلاقة النفسية والاحتواء العاطفي يرفعان حساسية جسم المرأة ويساهمان في تسريع الاستجابة الجسدية. لذلك من يفهم نفسية شريكته يفتح لها أبواباً في العلاقة لا تفتح بالقوة والإيقاع. النشوة ليست سرعة، بل تجربة نفسية وعاطفية متكاملة.